حكاية قديس وشهيد، عارفين المعجزة اللي عملتها العذراء مريم مع متياس وهو في السجن؟ معجزة حل الحديد. القديس متياس كان بيبشر في بلد كلها وثنية، وبشر وجاب ناس كتير جدا على اسم السيد المسيح، وكمان عمل معجزات كتيرة جدا. لكن كانوا الناس بيتضايقوا منه بسبب اللي بيحصل، وأمروا إن هم يوضعوه في السجن. ولما اتوضع متياس في السجن فضل يصلي، وهو بيصلي كان بيطلب شفاعة العذراء مريم إن هي تكون معاه، وقعد يطلب العذراء مريم كتير جدا. لكن العذراء في الوقت ده طلبت من رب المجد يسوع وقالت له ما ينفعش كده نسيب متياس. فالسيد المسيح في الوقت ده سمح للعذراء ان هي تروح لمتياس. ولما كانت رايحه لمتياس وهي وماشيه قابلت ست قاعده بتعيط، بتقول لها انت بتعيطي ليه؟ قالت لها يا ست بنتي بيها روح نجسه والبنت تعبانه جدا. قالت لها طب بيتك فين؟ فراحت معاها عند البيت، وهي ودخلت العذراء البيت. اول ما البنت شافتها خرجت على طول الروح الشريره منها وبقت كويسه جدا. فرحت ام البنت قوي وقالت للعذراء امال انت رايحه فين؟ قالت لها انا رايحه لمتياس السجن. فقالت لها طب هاجي معاكي. وهي ماشيه مع العذراء، وقبل ما يوصلوا عند السجن لقوا انه الباب الحديد بتاع السجن وبيبان الحديد كل المنطقه كمان ساحت، وكمان الحديد اللي كان مربوط بيه متياس اللي هو جنزير الحديد ساح خالص. وخرج متياس من السجن، وخرجوا كل المساجين كل السجون في البلد دي. وفرح متياس بالمعجزه الجميله اللي حصلت له، ودي كانت معجزه عملتها العذراء مريم مع متياس. وكمان المعجزه دي مذكوره في السنكسار انه هو الحديد اللي في المنطقه كلها في البلد كلها ساح. وبركه العذراء مريم وبركه القديس متياس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.